مكسب كبير قوي مش ماشي مع الاداء بتاعنا خالص، وهنا هيبقى عندي سكه من الاثنين ممكن اتكلم فيهم. الاولى وهي قد ايه ان النادي الاهلي كان ذكي وقدر يخطف الثلاث نقط باقل مجهود. الثانيه ان ادائنا وحش ولاعيبتنا زي الزفت ولكن كنا محظوظين. ولكن قبل ما اتكلم وتعرف انا عايز اقول ايه بخصوص ماتش الاهلي وبيراميدز، انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو انت على يوتيوب، او اعمل لايك وشير الفيديو لو انت على فيسبوك. واهلا بكم في الحديث عن ما بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله ال11 والاهلي ينتصر بثلاثيه نظيفه. صراحة اللي حصل في المباراة ده ما هو إلا مزيج ما بين إن الأهلي نازل وكل تفكيرهم في إخماد الانتقادات اللي مفتوحة عليهم زي النار بقالهم أسبوعين، وإن هم يجيبوا الثلاث نقط ويركبوا الجدول، خصوصا بعد هزيمة الزمالك النهاردة 2-1 في أسوان. اتنازل كولر عن الاستحواذ على اللعب قدام مدرب شاطر فيها جدا زي تاكيز جونياس، وتنازل برضه عن الضغط العالي قدام فرقة بتعمل بناء اللعب من الخلف للأمام بشكل كويس قوي زي بيراميدز. وبعدين ضغط عالي إيه بالبدني بتاعنا ده صباح الفل. ولو مستني بقى تسمع 4-4-2 و4-2-3-1 و4-4-3 فالأرقام دي مش هتلاقيها موجودة عندي. النادي الأهلي حرفيا طول اللقاء مكون من حارس واربع مدافعين، الست لعيبه بقى اللي قدام تحس ان هم اول مره يشوفوا بعض النهارده. وعاوز تعرف صعوبه الموقف اللي احنا فيه كويس، بص على الكره مع سافيو وقفشه وحسين الشحات وشوف تصرفاتهم بيها كويس قوي، وشوف عبد الله السعيد والقاي ورمضان ومصطفى فتحي وعيسى وشوف تصرفهم والكره بقى معاهم عشوائيه وتوهان قدام سلاسه وسهوله قدروا ان هم يضربونا بيها مش اقل من 5 مرات وهددوا مرمى الشناوي تهديد صريح. لعيبه الكره عموما وخصوصا لعيبه النص والمهاجمين لعب الكره بيبدا عندهم من هنا ومن الثقه بالنفس. لا قفشه ولا شادي حسين ولا حسين الشحات عندهم هنا ولا عندهم ثقه بالنفس، وانا لا بتريق ولا بسف عليهم. بص على كل القرارات اللي بياخدوها والكره معاهم وتحت رجلهم في الملعب. على سبيل المثال شادي حسين جات له الكوره في الدقيقه 16 قدام الجول تقل لحد ما المدافع جه شالها من قدام، هنا خد قرار غلط في وقت غلط. في الدقيقه 39 حسين راح بمرتده 3-2 عمل هيباصي لقفشه قام مرقص، قامت الكره اتزحلقت منه راحت لقفشه بالغلط. قرار حسين الشحات في الوقت ده قرار غلط. قفشه قام معلقها في الهواء على دماغ شادي حسين نزلت على دماغه بالمسطره والمفروض ينكتها بدماغه بكل قوه في البعيده، حطها في الدقيقه على الارض طلعت اوت وده برده قرار غلط. وقيس على كده بقى تفاصيل كتيره طول اللقاء عماله تحصل بنفس الشكل ده، ولكن في حاجات صغيره انت ممكن ما تاخدش بالك منها. هجمات مرتده المفروض تطلع لقدام يتقالوا ويرجعوا لورا، كور المفروض يلعبوها لبعض بالعرض يلعبوها لقدام غلط. نماذج فعليه من الماتش لعشوائيه اللعيبه. برونو سافيو النهارده مش موجود. تاكيز جونياس ليه كوره مشهوره قوي مع بيراميدز يحرك الكوره في وسط الملعب لحد ما الكوره تيجي تحت رجل عبد الله السعيد جناح من اجنحته او لعيب خط نص او حتى باك يتحرك في ظهر المدافعين تلاقي عبد الله ضرب الخط كله بكوره بالطول، سواء بقى كانت عاليه زي اللي عمال يعملها لمصطفى فتحي او على الارض زي اللي عملها رمضان صبحي واسلام عيسى. صانع الالعاب ورؤيه الملعب للاسف دي موهبه. عبد الله هو عبد الله بتاخد منه 60 دقيقه بياكل الجناحات والمهاجمين بتوعك الشهد. نفسي اشوف صانع العاب عندي في الفرقه بالفاعليه بتاعت عبد الله مع بيراميدز اللي بيعملها في 60 دقيقه. ولما يكون نجوم اللقاء بتوعك هم رباعي خط الدفاع هتقول لي هو علي معلول كان حلو النهارده دفاعيا؟ علي معلول دفاعيا في المربع بتاعه ما كانش افضل حاجه، ولكن بص على علي معلول في التغطيه ورا قلبين الدفاع وشوف شال كام كره خطيره. الهدف الاول ريحنا من سيناريوهات كتيره قوي بهدف مباغت وتسديده عظيمه من عمرو السوليه سهله وفي نص مرمى احمد الشناوي، ولكن وقفه السوليه اصلا في نص الملعب ما تديش ايحاء لاي حد ان هو هيشوط صاروخ من هنا. والتاني من راسيه عمرو السوليه برده، عمرو السوليه لعيب خط النص. والهدف الثالث سيبك من حسين الشحات هو هدف مدافع بيراميدز في نفسه. الاهلي مسجل 3 اهداف ما جابش منهم واحد حتى لا جناح ليك ولا مهاجم. شكرا لكل جمهور النادي الاهلي اللي حضر اللقاء اللي المكسب ده من اجلهم لانهم ما وقفوش تشجيع طول ال 90 دقيقه. هم دول جمهور النادي الاهلي اللي بنطلب ان هم يكونوا حاضرين في كل اللقاء عادي جدا وبكل سهوله. وادواتهم اللي نزل بها بيان على صفحه النادي الاهلي، الادوات دي اللي هي الطبله بتاعتهم اللي بيسموها الترومبيطه اللي بتصدي طاقه وحماس للمشجع ان هو يستمر في تشجيعه على مدار ال 90 دقيقه زي ما شفنا النهارده. مش طالبين حاجات كبيره ولا كتيره يعني. في النهايه كسبنا بيراميدز بنتيجه كبيره اتصدرنا الدوري، ولكن اتمنى ان ده ما يبعدش نظرنا عن سلبياتنا وضعف فرقتنا على المستوى الفني وعلى مستوى التدعيمات والاصابات وكل الكلام ده. كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. اكيد انت محتاج اني اقول لك تعمل لايك لو انت ما عملتش لايك، وتعمل كومنت لو انت ما عملتش كومنت، وتشترك في القناه وتفعل الجرس تستنى الجديد، تفاعل مع القديم. تابعوني على كل السوشيال ميديا، انا موجود على فيسبوك يوتيوب تويتر انستجرام وتيك توك. في النهايه كان معاكم محمد اسماعيل، سلام.